سولوا الام وقالوا لها شكون كتبغي في ولادك، جاوبتهم وقالت ليهم الغايب فيهم حتى يرجع، ومريضهم حتى يبرى، وصغيرهم حتى يكبر، وكلهم حتى الموت. واش شفتوا الام الحنينه قداش كتبغي ولادها؟ واش شفتوا الام الحبيبه قداش كتبغي ولادها؟ الخوت، الام ما كتعوضها حتى حاجه في الدنيا. اللي عنده مو مازال حيه يديرها في عويناته، واللي ماتت ليه الله يرحمها. اللي ما يبغي لك امك شكون ما كان، ما عندك ما دير به وما عندك فيه خير، لان الام كتبقى خط احمر، وما كاينش هذا في الدنيا اللي يبغيك اكثر من موينتك الخوت. هذه خذوها عليا، ما كاينش في الدنيا اللي يعزك ويبغيك اكثر من امك الحبيبه. فتهلاو في والديكم الخوت، راه الوالدين ما فحالهم حتى حاجه في الدنيا، والرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. واللي متفق معايا يحط لايك ويبارطاجي الفيديو باش كلشي يستافد منه، والله يخلي لكم والديكم ويخلي ليا والديا، وشكرا لكم. هذا واحد الراجل ماتت ليه المراه ديالو وداز على الموت ديالها اكثر من 10 سنين وما فكرش يعاود يتزوج عليها. والغريب في الامر انه كان مازال صغير في السن ديالو وما فكرش يعاود يتزوج. وهنا سولوه العائله ديالو والجيران والناس، علاش ما فكرتيش تعاود تزوج وانت مازال صغير؟ مني ماتت لك المراه ما عاودتيش تفكر تزوج؟ ما قال ليهم لا كنبغيها ولا كنموت عليها، قال ليهم جوج كلمات. قال لهم هاد المراه دارت شي حوايج اللي خلاتني نعشق فيها حياتي كلها. قال لهم واحد المره تعصبت على المراه ديالي، قال لهم واحد النهار في لحظه غضب قلت ليها غادي نديك للدار ديال والديك وراني ما باغيش نشوفك مرتك ولا نشوفك مره اخرى. قال لهم دازت سيمانه وانا نتوحش مراتي. قال لهم مشيت عند والديها للدار ودقدقت، حلت هي الباب وقالت ليه في ودنيه عندك تغلط وتعاود لدارنا على المشكل اللي وقع بيني وبينك. راه سولوني عليك وقلت ليهم راك مسافر باش نظرتهم ليك ما تبدلش وتبقى ديما في واحد النظره زوينه في عينيهم. ما يمكنش ما تبغيش واحد قلبه موصي عقله. وهذا ميساج لبزاف ديال العيالات، حاولوا انكم ما توصلوش الاسرار ديال الزوج ديالكم للعائله ديالكم، وخليو ديك الصوره ديال الزوج ديالك مع عائلتك تبقى نقيه. ماشي اي مشكل بسيط تمشي تعاوديه لداركم وتخسري ما بين راجلك وعائلتك كانت بينك. راه سولوني عليك وقلت ليهم راك مسافر باش نظرتهم ليك ما تبدلش وتبقى ديما في واحد النظره زوينه في عينيهم. ما يمكنش ما تبغيش واحد قلبه موصي عقله. وهذا ميساج لبزاف ديال العيالات، حاولوا انكم ما توصلوش الاسرار ديال الزوج ديالكم للعائله ديالكم، وخليو ديك الصوره ديال الزوج ديالك مع عائلتك تبقى نقيه. ماشي اي مشكل بسيط تمشي تعاوديه لداركم وتخسري ما بين راجلك وعائلتك. كنتمنى القصه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ديروا لايك بارطاجيوها باش كلشي يستافد.